جهة أولى يدخلها عميد الأندية التونسية بغية العودة من مدينة أودي بنقاط الفوز من أجل ضمان انطلاقة قوية في سباق المراهنة على إحدى بطاقات التأهل للمربع الذهبي. تعرف اللي توصل القمة حاجة صعيبة، لكن الأصعب منها واحد يقعد في المستوى هذاك. باش ندخلوا توا دوري المجموعات، فما منافسين اللي لازمنا نحضروا لهم ونقراوا لهم حسابهم. اكيد باش تكون مقابله صعيبه، الناس الكل تعرف الظروف نتاع نيجيريا، الظروف نتاع ادغال افريقيا، لكن ترجي بالخبره نتاعو بالامكانيات الفرديه والجماعيه الموجوده في المجموعه، ان شاء الله نقدروا باش نحققوا نتيجه ايجابيه. من أجل ضمان مشاركة موفقة في المرحلة الحاسمة من مشوار دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، وفرت إدارة الترجي جميع وسائل النجاح للفريق في مغامرته القارية الجديدة، وذلك بعودة المدرب نبيل معلول للإشراف على الفريق بعد أن توج معه بأمجد الكؤوس الإفريقية العام الماضي، والإبقاء على نجمي الفريق يوسف المساكني وجوزيف يانيك نيانغ إلى نهاية السنة الحالية، فضلا عن تطعيم الفريق بعدد من الأسماء المحلية والأجنبية على غرار الجزائري يوسف البلايلي وتشادي جون دافيد بوغيل، في انتظار تحقيق الهدف الأسمى للقلعة الحمراء والصفراء، وهو التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي. عددنا العدة كما يقولوا باش نلعبوا الأدوار الأولى في الشامبيونز ليج الأفريقية هذه. الحمد لله تشوفوا فيها المجموعة تقريبا هي نفس المجموعة اللي كانت موجودة في الموسم الماضي، ما عدا معناها أسامة الدراجي اللي تحول إلى سيون وخالد القربي اللي تحول إلى قطر. بقية اللاعبين موجودة هنا. عملنا انتدابات اللي نعتبرها معناها انتدابات مدروسة وقيمة. الترجي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي من الأراضي النيجيرية عندما ينزل ضيفا على سانشاين ستارز في انتظار العودة إلى تونس بنتيجة إيجابية تمهد طريق المغامرة الإفريقية. نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس.